مرحبا، كيفكن صبايا؟ اليوم جبت لكم وصفة سريعة وسهلة لعجينة خليط النحل بطريقة غير معقدة، وإن شاء الله رح تنجح معكم من أول تجربة. رح نبدأ بالمكونات. 4 أكواب من الطحين، كل كوب 200 ملي، وبعدها بنضيف 2 معلقة سكر و3 معالق حليب بودرة ومعلقة ملح صغيرة، ومنحركن المكونات جافة كلهم، منحركن سوا مشان ما يضل تكتلات. وبعدها بنحط بصحن تاني خميرة فورية وخميرة معجنات، وبعدها بنضيف 400 ملي من المية المفترة أو السخنة. أنا ضفتن على مرحلتين، يعني 200 ملي بعدها 200 ملي، وخلطتن سوا مشان تتفاعل الخميرة. وبعدها بنضيف 3 معالق من الزيت النباتي. بعد ما بنضيف الزيت أنا حطيتها على المرمرة أو على البلاطة مثل ما أنتوا بتسموه عندكم، وخلطتها سوا وعجنتها. والطحين كتير بيلزم بالوقت العجن. بعدها الحشوة انتوا حسب ما بتحبوه، في منو بحبوها سادة، في منو بحبوه يحشوها شوكولا أو جبنة. أنا ضفت جبنة مع شوية زيتون وحطيت لهم نعناع وأوريجانو وفلفلة مطحونة، ورجعت عجنتها شوي وقطعتها وكورتها لحتى نحشيها سوا. مثل ما خبرتكن انتو شو بتحبوا بتحشوها على حسب الرغبة. بعد ما بنحشيها بنكورها بهالطريقة السهلة وبنحطها بالصينية. أنا دهنت الصينية شوية زيت مشان ما تعلق، وهون حبيت أحشيها شوية شوكولا. شفتوا الولاد بحبوا الشوكولا وهالقصص. وهون حبيت أعمل هيك كم قطعة زعتر كمان، بيطلع كمان طيب. خلطت الزيت مع الزعتر سوا، وبالأخير ندهنها بيض، وأنا ضفت للبيض شوية معلقة خل مشان يروح منه الزنخة. بعد ما بنضيف البيض على وجه خليط النحل بنضيف السمسم وحبة البركة، بيعطوا طعمة طيبة وهو موديل حلو. بعد ما بنضيف حبة البركة والسمسم على وش العجينة بنتركها ترتاح تقريبا ساعة بمكان دافي. طبعا بنغطيها هيك بقماشة مطبخ لحتى ترتاح الخميرة وترتاح العجينة. هون بعد ما ارتاحت حطيتها بالفرن على درجة حرارة 180 فوق وتحت. واخر شي دهنتها قطر، بس القطر مو كتير سميك، يعني خففته شوي مشان ما يعطي انه سمكية للعجينة، بيعطي لمعة وطعمة طيبة وصحة وألف هنا. طيبة كتير برمضان، والولاد بحبوها والكبار كمان. عملولي لايك ومتابعة.